السلام عليكم، كيف صبحتوا؟ مزيانين على خير؟ نتمنىكم تشوفوا هذا الفيديو تكونوا في صحه جيده واحسن الاحوال. مع هذا البرد اليوم ما كتستاهل غير البيصار والخبز د الزرع لا حقه وطريقه وطبسيل الزيتون لا حار. اليوم غادي نعمل لكم واحد الطريقه بالبيصار ريفيه. غندير هنايا البيصار الجلبانه والفول، غادي نطيبها بهذه الطريقه ريفيه. غادي نخليها حتى طيب وعادك غادي نرجعها للمجمر طيب على خاطرها. دابا ملي كنخليوها هيدا حتى كتزول منا ديك الرغوه ديالها كامله، عاد كنعمل لها جميع المراحل اللي باقي خصنا. بيصار كل واحد كيعمل الطريقه ديالو قياس على حسب الافراد العائله. عندي نملت ربعه د الفول وربعه د الجلبانه. دابا هاد الرغوه هي اللي ضروري ما كخصهاش تبقى في البيصار. الا بقات في البيصار كتجيب بيصار خايبه، ضروري كنحيدوها حتى ما كتبقاش النسمه. هاد الرغوه عاد كنعملو لها الكيمون وديك اللي باقي والملاح، كنحيدوه غير بشويه بشويه حتى كنحيدوه كامل. باقا الغاليه الثانيه حتى هي غتطلع بالنخاع بهاد الرغوه ديالها. غنخليها عاود شويه حتى تطلع لها الرغوه الثانيه، عاد كنعمل لها داكشي الملاح والبصل. هاد الطريقه د العجين غادي نعملو واحد الخبيز د الزرع طحين الكامل بالنخاله ديالو كلشي. عندي واحد مغروفه د الزيت بلديه، واحد مغروفه كبيره د الخميره حيت دابا البرد ما كتخمرش الخبز دغيا. الملاح على حسب الذوق، دائما نبعدو الخميره من الملح بلا ما نعملو لا السكر، لان كل واحد والظروف ديالو. كاين واحد اللي ما كيعجبوش السكر، نخليو الخبز طبيعي دائما. انا عمر الخبز ديالي ما كنعمل لا السكر، كنعجنها بالماء دافي، دافي شويه زايد ماشي دافي يعني تقريبا سخون، باش كتجي خبيز حارشه مع البيصار. كنعملو هاد الويطات هما فيهم شويه د الطحين د الزرع. دهنتو بالاول شويه د الزيت باش ما كتلصقليش الخبز. غادي نعمل غير جوج الخبزات. شفت ضروري خاصها تكون الخبز خفيفه عفوا، ماشي بحال الطحين د الفرص. الخبز د الفرص واخا كتكون قاصحه، هذه خاصها تكون خفيفه. الخبز دائما قد ما تهضي لنا فيها في العجين ديالها وفي القوام ديالها كتجي مزيانه. ضروري الطحين د الزرع كخصو الزيت باش ما كتجيش الخبز دغيا كتفتت. نخليها تطيب شويه عاد كنقرصها. شتي الرغوه الثانيه ضروري حتى هي كنحيدها، كنبقى معاها بالسياسه حتى كنحيدها كامله. هاد الرغوه باش كتجيب بيصه مسبوكه وفيها المذاق مزيان. دابا صافي ما غتزيدش تطلق الرغوه عاد كثر، ملي كتبقى تغلي بزاف صافي. غادي نقص عليها العافيه باش كطيب على خاطرها، ما كنزيدهاش الماء اخر. صافي كطيب في هذا الماء هذا اللي عملت له. نعمل واحد المغروفه صغيره د الابزار، ماشي بزاف غير شويش، وكنعمل لها الكيمون.
كنعمل لها هادي البصل، ما كنعملهاش شي الثوم. غنغطيوها ونخليوها طيب على خاطرها. البيصل ضروري خصها يكون العافيه تكون مهيله باش ما تزيدهاش الماء. نزيدها واحد المغرفه الزيت بلديه باش طيب لذيذه. صافي غادي نغطي عليها ونخليها. كاين اللي كيبغي يطحنها بهذه الطريقه هذه، وكاين اللي كيعمل الطريقه بلديه اللي كنا كنعملوا واحد اللوحه مغروفه د الخشب وكنبقاو نطحنوها مزيان. دابا هذه طريقه سهله باش تا واحد ما يعكس عليها. تبارك الله كيفاش جات طلقه الخيط. هذاك الجديد اللي وجدناه البالي لا تفرط فيه. هذه هي الاكلات جدودنا والوالدين ديالنا كانوا كيحماقوا عليها في الشتاء وكتسخن وكتعمل شي اجواء البرد غزال. غادي نكبوها ان شاء الله هنايا في هذا الطاجين. تبارك الله كيفاش جات طلقه الخيط. اللي كتكون البيصل طالقه الخيط بهذه الطريقه كتجي غزاله. تحيه للناس د الريف، احنا طيبنا البيصل ديالكم. غادي نعملو لهنايا عندي السودانيه مع الزيت د العود، زيت بلديه، والكيمون. هذه هي البيصل الزمان اللي كتشهي. ها الشكل النهائي. واحد اتاي هذا بالشيبه كيجي مع هذا البيصل. ما تنساونيش اخوتي من الاشتراك واللايك. شكرا بزاف على المشاهده. الى فيديو ان شاء الله القادم. خلينا لكم راحه الله. السلام عليكم.